ازيكم؟ هنحمص مع بعض الفول السوداني في البيت بكل سهولة، زي المقلة وأحسن كمان. ولو هتستخدموه في الحلويات يبقى مش هنحط ملح، هنعمل نفس الخطوات بدون ملح، وهيطلع معانا مقرمش ولذيذ. يلا نشوف الطريقة، واللي لسه ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل الجرس علشان يوصله كل جديد. ولو استفدت من الفيديو اعمل شير. معانا كيلو فول سوداني بقشره، هنقسمه على مرتين علشان لازم نرصه في الصاج صف واحد بالشكل ده علشان يتحمص كله زي بعضه. هندخله فرن متسخن مسبقا على درجة حرارة 180 لمدة 5 دقايق مش أكتر. وفي الوقت ده هنجهز معانا كوباية مية سخنة ومعلقتين ملح كبار لكل كيلو فول سوداني. وهنطلع السوداني بعد 5 دقايق من الفرن، وهنرش عليه المية السخنة وهو سخن. لازم